أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. وسام وحسام وإمام الكل هيدفع تمن صفقة زيزو. بعد بداية فترة الإعداد لكتير من الأندية بقول لكل المدربين الكورة مش كيمياء، والبداية مع حديث اليوم وكل يوم. وبعد تألق حسام أبو علي في كأس العالم للأندية، هو مش تألق ولا حاجة، هو ماتش بورتو اللي جاب فيه 3 جوان. وحسام طولة الدوري السنة اللي فاتت مستواه أقل كتير من السنة اللي قبليها. أول سنة مع الأهلي طلع هداف الدوري، السنة اللي فاتت مستواه قليل خالص وما ظهرش، فعلشان جاب 3 جوان في كأس العالم للأندية العروض انهالت عليه. ووسام قلب وشه لإدارة الأهلي وعايز يحترف، وإمام طبعا كل شوية يطلب زيادة عاده ودلوقتي عايز يطلع يحترف. وحسام مش عايز يجدد للزمالك وبيضغط عليهم وعايز يحترف. طب وسام أبو علي وكان محترف وجيت هنا الأهلي في مصر يا عم وسام، ما انت كنت محترف، ليه ما دنيتكش في الاحتراف وجيت تلعب في مصر؟ وليه دلوقتي عاوز تطلع تحترف تاني؟ يا عم ماشي، نقول وسام كان محترف ومتربي في أوروبا وعايش هناك واخد على جو الاحتراف، لكن عمنا حسام وعمنا إمام مش واخدين على جو الاحتراف ومش هياخدوا على جو الاحتراف ومش هيقدروا يكملوا وهيرجعوا. وإمام له تجربة، راح ميتلاند وأول ماتش بعد وصوله ب48 ساعة لعب معاهم في بطولة أوروبا والراجل جاب جون وفرحنا وانبسطنا، هيبقى لنا لعيب كمان متألق في الدوريات الأوروبية. ولكن شهر والتاني لقينا عمنا إمام جاي يعيط ويتحايل على الإدارات إنه عايز يرجع ومش عايز يكمل. طب دلوقتي عاوز يطلع يحترف، واحد هيقول لي ما الاحتراف بره ماشي، ما خدش عليه وما تعودش على الجو، لكن ده هيروح دولة عربية خليجية فممكن يتعود هنا. أنا بقول إمام حتى لو راح دولة عربية أو خليجية برضه مش هيتحمل جو الاحتراف هناك انضباط. والتصرفات اللي إمام كان بيعملها هنا مع زمايله اللعيبة أو مع الناس هناك مش هيتحملوه، والعقوبات هناك قاسية جدا. واحنا كلنا فاكرين تصرفات إمام مفيش داعي أذكرها وعدها. فأنا بكلم إمام بقول له أنت مش هتقدر على جو الاحتراف لا في الدول الأوروبية ولا في الدول العربية، واسمع كلامي وخليك في الأهلي وركز معاه. نيجي لعمنا حسام. عمنا حسام بقى مختلف عن إمام، يعني ما اعرفوش بس أنا متوقع إن هو من النوع اللي بيحب أهله وبيحب بلده ومش هيقدر يتحمل البعد عنهم ويتحمل جو الغربة وجو الاحتراف اللي في أوروبا. فأنا بقول له حسام الغي فكرة الاحتراف خالص، الكل هيدفع تمن صفقة زيزو وده اللي حاصل، والأندية كلها هتدفع التمن. شفنا الأهلي اللي كانت كلمته بتمشي على الكل وما كانش في عنده أي مشاكل وبيقول اللعيب جدد يجدد، من بعد صفقة زيزو والأمور خرجت عن السيطرة. وشفنا رامي ربيعة مرضيش يجدد وطلع، وشفنا أكرم توفيق مرضيش يجدد وطلع، وشفنا إمام بيطالب بزيادة عاده ومساواته وزيزو، وشفنا الشناوي وشفنا مروان عطية. فالأهلي أول من هيدفع ثمن صفقة زيزو، ومش الأهلي بس كل الأندية. وده احنا شايفين حسام اهوت بدأت إدارة الزمالك ومش عايز يجدد. ومش عاوز أظلم حسام مش عاوز يجدد لأن المقابل المالي المعروض عليه ضعيف جدا، وأنا قلت في فيديو و2 و3 موجودين على القناة بتاعتي للي عايز يرجع ليها. إدارة الزمالك لازم تقدر حسام، ولا 5 ولا 10 مليون، حسام يستاهل 20 مليون جنيه وأكتر كمان، فإدارة الزمالك لازم تقدره. وبعدين اللاعب لسه له 2 سنين، الغوا حكاية التجديد دي من دماغكم وخليه يركز ويلعبه الموسم دوت. وأنا متأكد إن حسام لما يشوف الإدارة الرياضية الجديدة مع جون إدوارد ويشوف الفريق المستقر ويشوف الإدارة المستقرة واللعيبة تاخد مرتباتها وتاخد مقدمات عقودها ومش هيكون في مشاكل في الزمالك ومستوى الزمالك هيختلف السنة دي، حسام لوحده هو اللي هيقول اجدد. وسيبوا حسام يركز في فترة الاعداد مع الفريق ويبدأ الموسم الجديد، وانا متأكد ان في نهاية الموسم حسام رأيه هيتغير وهيجدد. انا بقول ان كل الاندية هتدفع تمن صفقة زيزو وربنا يستر. ومع بداية فترة الإعداد بقول المدربين كلهم، مش مدرب الزمالك بس الجديد يانيك فيريرا
او مدرب الاهلي الجديد ريبيرو، بقول لكل الانديه الكوره مش كيمياء. طبعا في حاجه معروفه عندنا، ما بيكون في حاجه صعبه بنقول يا عم هي كيمياء، على ان علم الكيمياء علم صعب، يعني بنقول المثل دوت هي كيمياء. فانا بقول الكوره مش كيمياء يا جماعه، الكوره معروفه علم ودراسه وخطط وخبره. كل مدرب بكل سهولة وبساطة يدرب فرقته على نقل الكرة من رجل لرجل واللعب على المضمون، وبلاش الكور الطويلة وبلاش الكور العالية. ما تعلاش الكرة لأنها مش مضمونة، هتروح للفريق المنافس وهتعمل هجمة مرتدة علينا. اللعب على الاستحواذ زي ما جوزيه عمل مع الزمالك وغير شكل الزمالك، ومن قبل جوزيه فيريرا، ومن قبلهم الاثنين جوارديولا يورجن كلوب مع ليفربول، وبعد منه بيعملها سلوت، استحواذ والضغط العالي ونقل الكرة من رجل لرجل. وأدرب اللعيبة وأعودهم على كده، وألعبهم على الاختراق من العمق ومن الأجناب. ما ركزش على العمق بس يا عم ريبيرا، على الأجناب لازم ألعب الأطراف، ولازم أخترق من الأطراف، ولازم أدرب اللعيبة على الكور الثابتة وعلى الكورنر ازاي يرفعها بمنتهى الدقة وتروح للمدافعين والمهاجمين اللي في منطقة الجزاء ويسجلوا منها أهداف، زي ما الزمالك كان بيعمل مع جوزيه جوميز، وأهداف كتير كانت بتيجي من الضربات الثابتة من الضربات الركنية. يعلموا اللعيبة ازاي يرفعوا. هو اللعيبة بتاعتنا ما تعرفش تعمل زي الشيبي لاعب بيراميدز، اللعيب العالمي ورفعاته العالمية الرائعة، وقبل منه كان عندنا محمد عمارة الرائع ورفعاته الرهيبة، وبعد من عمارة جيجي البرتو في الأهلي ورفعاته الرائعة. اللعيبة ما تعرفش تعمل كده، يعني صعبة. ليه ما يتدربوش عليها؟ وليه اللعيبة ما تاخدش دروس في كرة القدم؟ بعد نهاية التدريب يجيب مدرب خاص ويدفع له ويدربه على ازاي يسدد الكور الثابتة، ازاي يرفع لزمايله، زي ما مصطفى محمد عمل، وزي ما مرموش عمل، وزي ما محمد صلاح عمل، ولاعيبه كبار بيعملوا، حتى حراس المرمى بيعملوا. يجيب مدرب خاص ويدربه تدريبات خصوصية زي الدروس الخصوصية بترفع مستواه وتخليه يتألق، وبالتالي يجني ثمرة دوت انه مستواه يعلى فعقده يزيد والعقود تنهال عليه. فالكرة مش كيمياء، واللاعب المصري يقدر يعمل كل حاجة. احنا شفنا فرقة الزمالك اللي كانت مع جوزيه جوميز هي اللي كانت مع جروس، هي اللي كانت مع عمنا بيسيرو، وهي اللي كانت مع الرمادي. فاللاعب المصري بيتطور، عاوز بس مدرب يتعامل معاه نفسيا كويس ويحبه ويخليه يثق فيه وفي قدراته وامكانياته ويحترمه وينفذ اللي هو عايزه. المدربين دربوا اللعيبه على الهجمات المرتده، ازاي يلعبوا الكره بسرعه وينقلوها اللاعب النص، واللاعب المهاجم ينطلق من ناحيه ده ومن ناحيه دي، وازاي يلعبها له في الوقت المناسب ويحطه هو والمرمى ويحرزوا منها اهداف. المدربين ما يعرفوش يحفظوا اللعيبه ازاي يقلل المس باص علشان الكره ما تنقطعش منه وتعمل هجمه مرتده. ما يعرفش يحفظ اللعيبه ان لما يكون لنا كره ثابته 2 يقف على نص الملعب عشان لو رجعت وعملت علينا هجمة مرتدة يبقى في تأمين دفاعي يقدروا يتعاملوا معاها، ما يجيش هدف زي ما بالمراس عمل مع الأهلي في بطولة العالم للأندية وجاب الجون الثاني وقتل الماتش، وكان ممكن الأهلي يرجع لو كانت النتيجة 1-0. الكرة مش كيمياء يا جماعة، واللاعب المصري ممكن يتطور ويتقدم ويبقى حاجة كبيرة، وعندنا نماذج غيرت الفكرة عن اللاعب المصري. خلص الكلام، لكن لسه في الملعب أحلام. ومن العمريت سبورت بقول لكم أحلى سلام، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك، واشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم.